اهلا بيكم يا جماعه. النهارده في حلقه جديده من الحكايه جت كده. النهارده هنتكلم عن شويه مواضيع ومصطلحات ممكن تكون بتقابلنا كتير في حياتنا، نسمعها في التلفزيون، نشوفها في افلام وثائقيه. فبعض المصطلحات مثلا زي الحرب البارده، زي الدوله العثمانيه، زي الاولمبياد، زي الثوره الصناعيه. كل المصطلحات دي انا حبيت ان احنا نختارها ان احنا نتكلم فيها النهارده، بحيث انا اعرفكم معناها وبعض المعلومات عنها، بحيث لما تسمعها بعد كده تبقى عارف هي الناس بتتكلم عن ايه وهم بيقولوا ايه بالظبط. فيا ريت تتابعونا لنهايه الحلقه عشان تستفيدوا باكبر قدر ممكن ان شاء الله. هنبدا طبعا بالحرب البارده. الحرب البارده هي طبعا حد يقول لي ايه الحرب البارده؟ وفي حرب سخنه وحرب بارده؟ لا طبعا. هو الحرب البارده ده كان مصطلح سياسي بيطلق على حاله الصراع ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي طبعا اللي هو روسيا، يعني معظمه روسيا دلوقتي، بس هي كانت روسيا الشيوعيه ودول تانية، وده هنتكلم عنه برضه قدام. فده كان حاله صراع في كل المجالات: المجال الاقتصادي، السياسي، العسكري. وصلت حتى للصراع في الاولمبيات، والصراع في الرياضات. يعني ده وصل برضو الصراع للمرحله دي. فده كان صراع شامل في كل حاجه، حتى صراع فكري او عقائدي. فبالتالي كان حاله التنافسيه دي ظهرت امتى؟ بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. رغم ان امريكا والاتحاد السوفيتي كانوا حلفاء في الحرب العالميه الثانيه، بس بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه اختلفوا على كيفيه اداره العالم. انقسم العالم تقريبا لجزئين: جزء مع الاتحاد السوفيتي وجزء مع الولايات المتحده. الجزء من الاتحاد السوفيتي ده اسمه الكتله الشرقيه. ده كان عباره عن الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه وبعض دول العالم الثالث، يعني مثلا دول الناميه وزي كوبا مثلا، زي حتى مصر في بعض الاحيان، بس مصر كانت على استحياء شويه، يعني كان لها علاقات مع الاتحاد السوفيتي اقوى، بس ما كناش تابعين او خاضعين ليه. كذلك الصين. دي اسمها دول العالم الشرقي او الكتله الشرقيه. في بقى الدول العالم الغربي او العالم الحر، اللي هو طبعا بقياده امريكا، فرنسا، بريطانيا، المانيا. دي كلها اللي هي الدول اللي بيتقال عليهم دول الديمقراطيه. فهو كان العالم زي ما بقول منقسم لجزئين. طبعا ابرز الازمات او حصل ازمات كثيره اثناء الصراع دي، لان احنا بنتكلم ان الموضوع ده بدا من سنه 45 لسنه 91. فابرز الصراعات اللي حصلت زي مثلا حصار برلين، زي حرب 56 وحرب 73. بس اخطر الازمات اللي حصلت اللي هددت بحرب نوويه ما بين الدولتين اسمها ازمه الصواريخ الكوبيه. دي حصلت سنه 62، وبالفعل العالم كان على وشك حرب نوويه. حرب نوويه دي يعني فناء العالم تماما، لان امريكا هتضرب وروسيا هتضرب، فهيحصل دمار شامل في العالم كله. فبالتالي دي كانت حاله الفناء، اللي اقرب حاله فناء وصل ليها العالم، لكن تم طبعا تدارك الامر وخلصت بتسويه سلميه. وكذلك برضو الحرب احتلال الاتحاد السوفيتي لافغانستان في الثمانينات. فكل الازمات دي وازمات كتيره طبعا حصلت. وكمان الصراع اللي حصل بين امريكا والاتحاد السوفيتي وصل كمان للصراع العلمي، زي مثلا الاتحاد السوفيتي هو اول دوله اطلقت قمر صناعي سنه 57 اسمه سبوتنيك 1. وكذلك امريكا اول دوله نزلت راجل على القمر سنه 69 اللي هو نيل ارمسترونج. فدي برضو باين لك حاله الصراع الشديد كانت في كل المجالات زي ما احنا قلنا. لكن طبعا في اواخر الثمانينات بدا الاتحاد السوفيتي يضعف، وبسبب ضغط امريكا طبعا، ضغط سياسي وعسكري واقتصادي، لان اقتصاد امريكا كان اقوى، او امريكا كدوله الناحيه الاقتصاديه كانت اغنى شويه من الاتحاد السوفيتي. فبالتالي مارسوا ضغوط كبيره قوي، وبالتالي ادى لانهيار الاتحاد السوفيتي في الاخر وانتهاء الحرب البارده، واصبحت امريكا هي القوه العظمى الوحيده المتبقيه في العالم. فهو ده مختصر سريع يعني ايه الحرب البارده. نيجي للنقطه الثانيه، وهي تعتبر تكمله او شرح اوفر للنقطه الاولى اللي هي الحرب البارده، وهي الاتحاد السوفيتي. يعني ايه الاتحاد السوفيتي؟ ناس كتير فاكره ان هي روسيا، او زي ما قلت روسيا الشيوعيه، بس ده كان مصطلح عام. الاتحاد السوفيتي ده هو اسمه الرسمي اتحاد الجمهوريات الاشتراكيه السوفيتيه، او حتى بالروسي اسمه سافيتسكي سايوزي. الاتحاد ده كان مكون من 15 جمهوريه، يعني مش روسيا بس، كان روسيا ودول كتيره دلوقتي موجوده زي كازاخستان، اوزبكستان، طاجيكستان، واوكرانيا، ولاتفيا. مكون من 15 جمهوريه. الاتحاد السوفيتي كان اكبر دوله في العالم من المساحه، وصلت مساحتها لحوالي 22 مليون كيلو متر مربع.
يعني قدم امريكا تقريبا مرتين ونص، يعني قدم مساحه امريكا مرتين ونص. الاتحاد السوفيتي كان عدد سكانه حوالي 286 مليون نسمه في اواخر الثمانينات. وكلمه سوفيتي جايه من كلمه روسيه اسمها سافيت. سافيت ده اسم اطلق على اول مجلس للعمال في الامبراطوريه الروسيه، فاشتق منه كلمه السوفيتي. طبعا عاصمه الاتحاد السوفيتي كانت موسكو. موسكو اللي هي موجوده في روسيا، يعتبر روسيا هي كانت الدوله المهيمنه على الاتحاد. كمان الاتحاد السوفيتي ده بدأ أو اتنشأ بعد الثورة البولشفية، أو طبعا كان قبلها ثورة روسية وقامت بعدها الثورة البولشفية أو الثورة الشيوعية. استمر الاتحاد السوفيتي أو حصلت حالة حرب أهلية في روسيا لمدة 4 سنين، وببداية عام 1922 اتنشأ الاتحاد السوفيتي. طبعا الاتحاد السوفيتي ما اتنشأش ال 15 جمهورية مع بعض، هو بمرور الزمن بدأت جمهوريات تنضم ويكبر ومساحته تزيد. ولكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية تكون الاتحاد السوفيتي بقى اللي هو المعاصر، اللي هو كان مساحته وصلت ل 22 مليون كيلو متر مربع. طبعا انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية هو اللي خلاه دولة عظمى بتنافس أمريكا زي ما احنا قلنا في الحرب الباردة. كمان الاتحاد السوفيتي دفع ثمن فادح جدا اللي وصله للمكانة دي. طبعا في الحرب العالمية الثانية الاتحاد السوفيتي حصل فيه تدمير كبير جدا من الغزو الالماني، لدرجه ان حوالي الخسائر البشريه للاتحاد السوفيتي كانت 27 مليون انسان ماتوا نتيجه الحرب. طبعا ده عدد ضخم جدا، ولكن في المقابل خرج الاتحاد السوفيتي من الحرب العالميه الثانيه قوه عظمى بتنافس امريكا. وكمان الاتحاد السوفيتي كان دوله شيوعيه. يعني ايه دوله شيوعيه؟ يعني دوله الحزب الواحد، او دوله سلطويه او ديكتاتوريه. بمعنى ان مفيش حاجه اسمها حد بيمتلك حاجه. المصانع، الشركات، اي مشاريع ضخمه هي ملك للحكومه، وبالتالي الحكومه هي اللي بتديرها، والحكومه هي اللي بتوزع، والحكومه هي اللي بتشغل، والحكومه هي اللي بتنتج. فهي دي، ده كان الفكر الشيوعي او الاتحاد السوفيتي. ابرز الحكام الاتحاد السوفيتي طبعا اللي انشأه واحد اسمه فلاديمير لينين، ولكن المؤسس الحقيقي وهو اللي خلى الاتحاد السوفيتي قوه عظمى واحد اسمه جوزيف ستالين. بعديه واحد اسمه نيكيتا خروتشوف وبريجينير، وانتهاء بواحد اسمه جورباتشوف. جورباتشوف ده اللي في عهده يعتبر انهار الاتحاد السوفيتي. وانهيار الاتحاد السوفيتي بالمختصر كده في نهايه الثمانينات زي ما قلنا بدا الاتحاد السوفيتي اقتصاديا يضعف. فجورباتشوف فكر في سياسات جديده اسمها سياسات البروسترويكا الروسي، يعني الشفافيه. ان هو بدل ما نبقى دوله قمعيه او دوله بوليسيه، لا احنا ندي حريه للناس ان احنا نقول لهم الحقائق. فده ساهم، لان هم ده ضد نظام اصلا الدوله، فده ساهم في تفكيك الدوله سنه 91 من انهيار الاتحاد السوفيتي. وزي ما قلنا بانهياره اصبحت امريكا الدوله العظمى الوحيده في العالم. نيجي للمصطلح الثالث ونبعد شويه بقى عن التاريخ، هو تاريخي بس يعني بعيد عن الدول والصراعات وكده. كلمه الثوره الصناعيه ممكن احنا بنسمعها كتير. ايه الثوره الصناعيه دي؟ مختصر هي عمليه احلال ميكنه مكان العمل اليدوي. طبعا زمان كان كل حاجه الانسان بيعملها بايده. في القرن ال 18 اللي هو بالمناسبه 1700 مش 1800، يعني القرن ال 18 ده 1700 بدأ اوروبا شهدت نهضه علميه كبيره بالذات في بريطانيا. يعني بدايه الثوره الصناعيه كانت في بريطانيا، تجارب وابحاث اكتشافات في كل فروع العلم. فده مهد لقيام بقى الثوره الصناعيه في القرن ال 19 اللي هو 1800. تمام. فده ادى طبعا الثوره الصناعيه دي ادت لزياده نمو السكان، وادت لزياده الانتاج. والصناعه الاساسيه اللي اتاثرت بيها هي صناعه الغزل والنسيج او صناعه النسيج. دي اعتمدت او ازدهرت بشكل كبير نتيجه الثوره الصناعيه، لان ادخال الماكينه مكان الانسان ساهمت في انتاج عدد اكبر من المنسوجات. كمان طبعا دخول الاله البخاريه او الطاقه البخاريه. طبعا بدل ما كان العربيات بتتحرك بالخيول او بالحيوانات، دلوقتي بقى في القاطره اللي هي بتاعه القطر بقت بتشتغل بالطاقه البخاريه اللي هو الفحم. تحط الفحم فتولد بخار الميه اللي هو فيه حراره، فالحراره تتولد لطاقه فتحرك القطر. وده ابرز اكتشافات الثوره الصناعيه اللي هو السكه الحديد طبعا، اللي هي ابتدت برضه في بريطانيا. وللعلم مصر هي تاني دوله في العالم دخلها السكه الحديد.
وبعد كده كمان برضو من ضمن الثوره الصناعيه اخترع الالات واخترع العربيات في نهايه القرن ال 19. وكمان من ضمن الاسماء المشهوره قوي في الثوره الصناعيه واللي ساهموا فيها واحد اسمه جيمس وات، ولذلك حتى احنا اللي هي جت منها كلمه وحده القياس وات، يقول لك اللمبه دي كام وات. هو وات دي او دي واحد او اشتقاق لاسم واحد اسمه جيمس وات. جيمس وات ده كان انجليزي، ده مخترع ساهم اكتر في تطوير الالات البخاريه. فالثوره الصناعيه دي بمنتهى البساطه بدايه تحول الناس من الاستخدام اليدوي والاعتماد على الحيوانات للاعتماد بوجه عام على الماكينه في كل حاجه، في الزراعه، في الصناعه، في التجاره، في وسائل النقل، ظهور القطارات، ظهور العربيات، ظهور كل الالات اللي اتطورت طبعا بعد كده والسفن وهكذا. فهي دي بالمختصر يعني ايه كلمه الثوره الصناعيه. نيجي للمصطلح اللي بعد كده وهو الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي ده عباره عن جمعيه دوليه اوروبيه يضم حوالي 27 دوله اوروبيه اخرهم كرواتيا اللي انضمت للاتحاد الاوروبي. والاتحاد الاوروبي ده اتاسس سنه 1991 بناء على معاهده اسمها معاهده ماستريخت. المعاهده دي كانت ان هو يتم انشاء الاتحاد الاوروبي بحيث ان هو يعتبروا كانهم دوله واحده. وفي نفس الوقت بس بدايات الاتحاد الاوروبي دي كانت من الخمسينات لما عملوا معاهده اسمها معاهده روما سنه 57 اسمها معاهده السوق المشترك. دي كانت بدايات الاتحاد الاوروبي. بعد كده بدات تتطور التعاون اكتر واكتر واكتر لحد ما عملوا المعاهده سنه 91 وتاسس الاتحاد الاوروبي. أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية، يعني الدول القومية اللي هي الدول المكونة زي فرنسا، ألمانيا، بولندا وهكذا، لمؤسسات أوروبية زي البرلمان الأوروبي، زي المفوضية الأوروبية، اللي هي الرئاسة الأوروبية. بس كل دولة ليها الحق في التحكم في الصلاحيات أو السلطات اللي بتمنحها الاتحاد الأوروبي. هنلاقي في دول بتدي صلاحيات، دول تانية ما بتديهاش. زي مثلا كمثال بريطانيا في تغيير العملة. معظم دول الاتحاد الأوروبي لما انضمت للاتحاد الأوروبي بقى غيرت عملتها بقت عملة اليورو. بس استثناء مثلا كانت بريطانيا لما كانت عضو في الاتحاد الأوروبي كانت عملتها لسه زي ما هي الجنيه الاسترليني. فانطبق بقى على سياسات مختلفة. بالإضافة كمان إن الهدف من الاتحاد الأوروبي إن يبقى يكون سوق واحدة، يعني يبقوا ككتلة واحدة في تكوين سوق واحدة مشتركة. طبعا الزراعة، تنمية الزراعة، وكمان العملة الواحدة إن هو يبقى عملة اليورو. ده فعلا اللي حصل. كمثال اليورو فيه 19 دولة من الاتحاد الأوروبي بيستخدموه، لكن بقية الثمان دول لسه محتفظين بعملاتهم الأصلية. كمثال زي ما قلنا بريطانيا لما كانت عضو في الاتحاد الأوروبي كانت محتفظة بالجنيه الاسترليني. وده هينقلنا على نقطة إن بريطانيا سنة 2016 قررت إن هي تخرج من الاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا شافت إن المميزات أو الاتحاد الأوروبي ما بيديهاش المميزات، أو الشعب البريطاني كان شايف إن الاتحاد الأوروبي عبء على بريطانيا أكتر من هو ميزة. فحصل استفتاءات كتيرة أو مناقشات من 2016 ل 2020 عرفت باسمها بالبريكسيت، وانتهت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانفصالها عن الاتحاد الأوروبي. كمان الاتحاد الأوروبي مساحته تقريبا تصل ل 4 مليون كيلومتر مربع، ومن أطول الأنهار الموجودة فيه نهر الدانوب. وكمان السياسة الزراعية، يعني الاتحاد الأوروبي كان بيتبنوا طبعا سياسة زراعية مشتركة، سياسة صناعية مشتركة علشان يقووا الاقتصاد الأوروبي مع بعض. وهي دي فكرة الاتحاد الأوروبي، إن هم شافوا إن هم لو فضلوا كدول لوحدها كمنافسة عالمية مش هيقدروا ينافسوا مثلا الصين، روسيا، أمريكا. لذلك هم كونوا الاتحاد ده علشان كقوة تقدر تنافس مع الدول الكبيرة زي الصين وروسيا وأمريكا. نيجي للنقطة اللي بعدها، الدولة العثمانية. طبعا احنا بنتفرج على مسلسلات تركية كتير، من ضمنهم مسلسل يعني بتاع حريم السلطان، فده يدينا فكرة أو نعرفنا أو سمعنا عن الدولة العثمانية. بس بالمناسبة المسلسل ده شوه حاجات كتيرة أو في حاجات كتيرة مش حقيقية ومشوهة ومحرفة يعني. فالدولة العثمانية باختصار هي الدولة العالية العثمانية أو دولة آل عثمان. الدولة دي تأسست سنة 1299 على إيد عثمان بن أرطغرل، استمرت حوالي 600 سنة 1299 ل 1923 لما انتهت رسميا. الدولة دي
ابتدت كإمارة صغيرة، إمارة تركمانية على الحدود في الأناضول اللي هي تركيا حاليا، وابتدت تتوسع وقدرت تتوسع على حساب جيرانها. وبعد كده انتقلت أو قدرت إن هي تعبر لأوروبا الشرقية سنة 1354، مرورا بتوسعها الأكبر أو الضربة الكبرى في رأيي اللي هي فتح القسطنطينية أو الاستيلاء على القسطنطينية. فتح القسطنطينية كانت سنة 1453 على إيد السلطان محمد الفاتح، وده اللي كون أو خلى الإمبراطورية العثمانية في رأيي تبدأ تبقى إمبراطورية عالمية. فضل التوسع العثماني على مدار السنين لحد القرن الستاشر. القرن الستاشر اللي هو 1500، بداية من سليم الأول لما قدر إن هو يهزم المماليك ويستولي على الشام ومصر سنة 1516 و 1517، واستيلاءه على الشام ومصر أسقط دولة المماليك وأصبح خليفة المسلمين. لأن قبل سليم الأول كان السلطان العثماني هو سلطان بس، لكن احنا اتفقنا او كنا ذكرنا في حلقه سابقه ان الخليفه العباسي كان خليفه رمزي في القاهره تحت سلطه المماليك. فلما استولى سليم على دوله المماليك او على مصر، اجبر الخليفه العباسي ان هو يتنازل له عن لقب الخلافه، وتعرف بعد كده او انتقلت الخلافه لآل عثمان، فضلت فيهم لحد انتهاء الدوله العثمانيه زي ما قلنا سنه 1923. يعتبر العصر الذهبي للدولة العثمانية هو عصر السلطان سليمان القانوني، وده اللي كان السلطان في المسلسل المشهور اللي هو حريم السلطان. بس طبعا زي ما قلنا ان ده مشوه ومحرف فيه حاجات كتير قوي. السلطان ده حكم من سنة 1520 لسنة 1566، حوالي 46 سنة بلغت فيها الدولة العثمانية أوج عظمتها. كان العصر الذهبي، كان أقوى دولة في العالم الناحيه الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه، كانت بتتحكم في شؤون العالم. ذلك حتى كان لقب السلطان سليمان اللي هو سلطان العالم. والدوله دي وصلت حدودها للمجر وفيينا في النمسا وللعراق وشبه الجزيره العربيه والشام والاناضول واوروبا الشرقيه، شمال افريقيا اللي هو تونس والجزائر وليبيا ومصر واليمن والحجاز. فتخيل مساحة الدولة العثمانية كانت بتمتد على 3 قارات. وطبعا في كم كبير من الانتصارات اتحققت، أبرزها وأعظمها في عصر السلطان ده معركة اسمها معركة مهاجس أو مهاج. المعركة دي حصلت بين الدولة العثمانية والمجر، والمفارقات إن هي من أقصر المعارك في التاريخ. المعركة دي قعدت ساعتين بس، وحتى المؤرخين بيذكروا الكلمة دي، وكان بعدها الجيش المجري في ذمة التاريخ. انهار الجيش المجري بعد ساعتين، انتهت باستيلاء العثمانيين على بودابست اللي هي عاصمة المجر. أصبحت المجر ولاية تابعة للدولة العثمانية. بعد انتهاء بقى عصر السلطان سليمان، بدأت الدولة العثمانية تنحدر شوية بشوية، بس فضلت برضه محافظة على قوتها طول القرن ال 16 وال 17. في القرن ال 18 ابتدت بقى الضعف يسري فيها اللي هو ال 1700، وكذلك القرن ال 19 بدأت تضعف وتتفسخ وتفقد أراضي كتيرة لصالح الدول الأوروبية اللي هي بدأت تتفوق عليها علميا وحضاريا، لحد ما اتسمت حتى الدولة العثمانية كانت في القرن 19 برجل أوروبا المريض. كان ده الاسم اللي بيطلق على الدولة العثمانية. مرورا بالحرب العالمية الأولى اللي هي سنة 1914 اللي هي شاركت فيها الدولة العثمانية مع ألمانيا، انتهت طبعا بهزيمة ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية. وانتهاء الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى بحوالي 5 سنين خلاص كانت انتهت تقريبا، يعني فعليا كانت انتهت، بس رسميا انتهت سنة 1923 وقيام الدولة التركية أو الجمهورية التركية الموجودة حاليا. نيجي للمعلومة الأخيرة أو المصطلح الأخير وهي الأولمبياد اللي احنا طبعا بنتابعها دلوقتي. الأولمبياد دي عبارة عن أحداث رياضية، يعني مختصر المفيد كده، هي عبارة عن أحداث رياضية، مسابقات رياضية صيفية وشتوية، يعني في الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية الشتوية. طبعا بيشارك فيها رياضيين من كل الجنسيات. تقريبا دي أكبر مسابقة دولية في العالم لأن بيشارك فيها حوالي 200 دولة. في ألعاب زي ما قلنا، في ألعاب شتوية وفي ألعاب صيفية. الألعاب الشتوية بينها وبين الصيفية سنتين، يعني كمثال مثلا أولمبياد ريو دي جانيرو 2016
بعد كده الاولمبياد الشتويه 2018، اولمبياد طوكيو 2020 2022 وهكذا. طبعا استلهام الالعاب الاولمبيه دي كانت فكرتها من اليونان القديمه، يعني هي كانت بتحصل في ايام الاغريق من القرن الثامن قبل الميلاد لحد القرن الرابع الميلادي. فضلت الالعاب دي في بلاد اليونان، وبعد كده اندثرت طبعا. ولكن سنه 1894 في بارون اسمه بيردي كوبرتان، ده اللي اسس او احيا فكره الالعاب الاولمبيه مره ثانيه. وبالفعل كانت اول اولمبياد اتعملت في الجديده سنه 1896 في اثينا. وابتدت وانطلقت الاولمبياد بقى من ساعتها لحد دلوقتي كل 4 سنين، بممارسه حوالي في 35 لعبه في الاولمبياد الشتويه والصيفيه. الالعاب الاولمبيه بينافس فيها حوالي 14,000 متسابق في 35 لعبه مختلفه. جميع الالعاب، ابتداء من كره القدم لرمي القرص، لالعاب القوه، الجري، السباحه، القفز بالزانه، القنص اللي هو الرمايه، ركوب الخيل. فيعني العاب مختلفه، من التنس، كل الالعاب تقريبا، كره اليد، كره الطايره، فكل الالعاب دي بتتنافس في الاولمبياد. زي كده تعتبر اكبر منافسه دوليه في العالم. هي دي برضو كانت قصه الاولمبياد، اللي هي اصلها في اولمبيا في اثينا او في جبل اوليمب في اليونان، وتم احيائها في نهايه القرن ال19 ولسه مستمره لحد دلوقتي. بكده نكون انتهت حلقتنا النهارده من الحكايه جت كده. انا حبيت ان احنا نتكلم عن المصطلحات دي، وقلنا ابرز المصطلحات اللي ممكن نكون سمعناها قبل كده. ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والسبسكرايب على القناه، وشكرا لكم جدا. السلام عليكم.